تايه في الجيم مش عارف تتمرن ازاي. ده موقف من ضمن المواقف اللي بتحصل كتير في الجيمات، كوني بدخل في جيمات كتير مختلفة فبشوف مواقف كتير. فالنهارده قابلني موقف لراجل عنده 50 سنة او فوق ال50 كمان، بيعاني من خشونة في ركبته وعنده سمنة زيادة وتايه في وسط الأجهزة اللي في الجيم، مش عارف يتمرن ازاي وبيتمرن بدون خطة بدون برنامج تدريبي اصلا. هو بيتمرن كده بالحب، انا عايز اتمرن على الجهاز ده اروح اتمرن، انا عايز اتمرن على الجهاز ده اروح اتمرن وهكذا. فطبعا الراجل بيسألني اعمل ده ازاي، اسوي ده ازاي، ولكن انا كمدرب كنت موجود في المكان كمتدرب مش مدرب، كعميل مشترك عادي جدا زي اي حد، وكمان كان معايا عميل بيتمرن. فطبيعي جدا نركز مع العميل اللي معايا. انت بالنسبه لي مش مهم لان انا مش تبع للجيم، والمفروض اللي يوجهك المدرب اللي في الجيم مش انا. في ناس العشم بيكون قاتلها، ولكن انا مش هفيدك مقابل ان اضر نفسي. النهارده انا لما افيدك كشخص متدرب في المكان وانا ماليش علاقه ان اوجهك، لان في مدربين داخل المكان المفروض ان هي توجهك، ده هيعمل لي مشكله انا، فانت مش هتنفعني، فطبيعي مش هفيدك. ده غير ان كان معايا عميل، والعميل اولى منك بالاهتمام لان العميل ده دفع فلوس مقابل الاهتمام ده. نيجي للنقطه المهمه واللي جاي افهمها لك كشخص تشبه الحاله اللي بكلمك عنها دي. مش كل الناس اللي بتروح الجيم تتمرن فاهمه هي بتعمل ايه كويس، والاصعب من كده انك تتمرن بطريقه غلط وانت عندك اصابات، ده يعمل لك كوارث مش اصابات بس. فانت النهارده لو مش عايز تشترك مع المدرب في الجيم عشان السعر غالي وكل الكلام ده، فانت عندك 3 خدمات انا بقدمهم لك يساعدوك انك تتمرن بامان وتوصل للهدف اللي انت عايز توصله. عندك خدمه تدريب شخصي بنزل امرنك في الجيم، وعندك خدمه تدريب منزلي لو انت عايز توفر ومش عايز تروح الجيم واجي لك لحد باب بيتك امرنك، وعندك خدمه تدريب اونلاين تقدر تتمرن اونلاين من اي مكان في العالم. بيكون معاك برنامج التدريبي والنظام الغذائي وتغيير الخطه باستمرار والمتابعه معايا بشكل شخصي ومباشر. فانت مش محتاج اكتر من انك تبعت لي رساله رقم الواتساب اللي بيظهر قدامك على الشاشه ده دلوقتي. ويا ريت محدش يدخل يقول لي اصل مفيش واصل الدنيا غاليه واصل الدنيا صعبه وكل الكلام ده، لان كونك رحت اشتركت في جيم 6 شهور ب5 6000 جنيه فانت قادر انك تشترك في جيم غالي، فقادر انك تشترك مع مدرب. كونك بقى شخص عايز حاجه بالحب، مفيش حاجه بالحب. ما تستخسرش في نفسك عشان هتتصاب اصابه مش كويسه وهتصرف دم قلبك على الدكاتره وممكن ما تتعالجش. عشان تبقى فاهم حاجه زي كده خد بالك ملحوظه مهمه جدا عايز اقول لك عنها. لما تتمرن مع مدرب وانت ما عندكش اي اصابات عكس تماما لما تتمرن مع مدرب وانت بتعاني من الاصابات. وافتكر المعلومه دي كويس جدا عشان لما تتصاب اصابه شنيعه تروح تتعالج وتروح بعد كده للمدرب شوف التعامل هيكون ازاي. اتمنى تكون الرساله وضحت، واتمنى ان لما حد يشوفني في جيم اي حد ايا كان مين ما يحاولش ان هو يتكلم معايا في اي حاجه خارج التمرين، لان انا بدخل الجيم ببقى داخل اتمرن. انا نازل من بيتنا رايح الجيم عشان اتمرن، مش رايح عشان الت. السويقه اللي بتحصل في الجيمات دي مش بتاعتي. لت يا باشا براحتك بعيد عني، انا داخل تمرينتي مش عايز حد يكلمني. انا سلام عليكم ما بقولهاش للناس عشان مش عايز حد يتكلم معايا، مش عايز حد يفتح مجالات معايا. انا داخل اخد تمرينتي بس. هري بقى مش عايزين هري. فلو انت جاي في هري واصل معلش واصل مش عارف ايه مش هتصعب عليا تماما، لان انت مش هتنفعني لما انا يحصل لي مشكله مع اداره الجيم عشان خاطر سعادتك مستخسر تدفع للمدرب. ايه اللي يخليني اجازف معاك؟ اتمنى تكون الرساله وصلت.